السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي في كل مكان، لان احنا جمهور شباب وبنات، وطبعا دي حاجة تسعدنا جدا جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا كده عنوان الفيديو، ليه يا أميرة بطلتي تعملي معايا فيديوهات أكل في بداية الطريق؟ أول حاجة، أنا الحمد لله رب العالمين، ربنا يمدني بالصحة والعافية والعمر. أنا لسه تم 27 سنة، تمام. من وانا في تانية اعدادي يا بنات، من وانا في تانية اعدادي بكلية، تعرفوا معايا. كنت بشتكي ببطني، تمام. جيت في سنة اولى جامعة معدتي وقفت عن الهضم تماما وكنت هموت. جيت عشت بأزمة بعدها 4 سنين. آه بتاع دوت. جيت بعد كده في رحلة علاج ومش عارف ايه وايه والقصص دي كلها، لغاية ما اكتشفنا ايه بقى، ثواني. لغاية ما اكتشفنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق معدتي طبيعتها حساسة، من اقل حاجة بتتأثر وبتتعب. زعلت تتعب، اكلة تقيلة تتعب، اكلات دسمة ما استحملهاش، أكلة مقلية تتعبني. ما ده ملوش علاقة بالقولون، ملوش علاقة بالقولون، لأن أنا عارفة ايه اللي بيتعب القولون بتاعي. يعني أنا عارفة في حاجات كده، أنا لو يعني زودت فيها قوي مرة مع التانية مع التالتة باستمرار قولوني بيتعب، سبحان الله. وخلاص بقى رحت عند دكاترة كتير لغاية بقى ما عرفت قصة الهضمة بتاعتي والتعب بتاعي. فأنا من زمان ما باكلش كميات أكل كبيرة. انا كانت في حاجه بتحصل لي، بس اللي هو انا ايه، فجاه الاقي نفسي هبطانه وعايزه اكل. ده عشان كان عندي نقص فيتامين، حتى الان لسه عندي نقص الفيتامين ده، بس باخد له حاجه. فجي حصلت حاجه كده، فاهو يعني وزني ايه، رشيقه. يعني هي دي الحقيقه بتاعتي. انا مش اكيله، انا ذواقه. يعني مش اي اكل اكله، مش اي اكل يعجبني. فعشان كده كانت القنوات اليوتيوب قبل ما الدنيا تغلى والحاجات دي كانوا بياكلوا كميات كبيرة جدا جدا. انا وقتها بقى، بعد القنوات كده كانت مشهورة قوي بدون ذكر اسمائهم، كانوا بياكلوا كميات وبيقدروا يا بنات او يا شباب. انا ما اقدرش، انا ما اقدرش. يا ربنا يحميها ويحفظها، طبيعة معدتها غير طبيعة معدتي. تقدر، تستحمل، ما شاء الله عليها، اكيله ربنا يحميها. عشان كده كان صعب ان انا اكمل في تحديات الاكل. ممكن ارجع لها بس بشروط، طبعا مع خلاء الاسعار، مع اختلاف انواع الاكل. يعني مثلا دلوقتي يقول لك ايه، في 30 ثانيه حدد اكلك، في كذا لعبه حلوه، ماشي، دي تمام، نلعب حاجه زي كده. انما تحطي لي كميه كبيره ولازم اكلها ده صعب عليا، انا ما اقدرش، ربنا خلقني كده. المهم، الدكتور بتاعي كان بيقول لي يا اميره بصي، انتي في الاعلام؟ قلت له اه. قال لي اكيد شفتي حلقات لراجل كانوا بيجيبوا بياكل الزلط ما بيتأثرش، بياكل ازاز اللمبة ما بيتأثرش، بيشرب سم التعبان ما بيتأثرش. في ناس ربنا خلق طبيعة معدتها تاكل الزلط ما يجرالهاش حاجة، وفي ناس طبيعة معدتها حساسة، لو جرالها ايه يجروا للدكتور. قال لي انتي بقى طبيعة معدتك ربنا خلقها كده. قال لي حبي ده وتعايشي معاه وتقبليه. طبعا في الاول اتأثرت وكنت حزينة وزعلانة وازاي ومش عارف ايه، بس لما لقيت نفسي انا اللي بتعذب ومش مستريحة وتعبانة، قلت لا، مين اللي بتألم؟ انا. هو الاكل بينفعني؟ لا، الاكل ما بينفعنيش. انا اول كنت بحب الاكل، بس الاكل بيضرني، اعمل ايه؟ فجت حصلت كده حادثة معينة في حياتي دي، بعدين هنبقى نحكيها يعني عشان هي حاجة أليمة قوي، خلتني بقى خلاص ده فهم وأدرك يعني ايه الحاجة دي ما تناسبكيش.
وتقبلتها بقى بايه، بصدر رحب وبرضا وبفهم، واللي هو خلاص. بس ادي كل الحكاية. ان انا ليه رفضت في البداية. ان شاء الله هنرجع، بس قولوا معايا يا بنات، يعني هنرجع وزي ما قلت لكم باعتدال، باتزان. آية بس يعني ظروفها تتوافق مع ظروفي، وبإذن الله هتلاقونا مع بعضينا. بس يعني ادي كل الحكاية. نفسي قوي اتكلم معاكم في مرض انتشر اول فترة دي بقوة. بس اعتقد خليها مرة تانية، يعني بلاش دلوقتي. المرض ده اللي هو اسمه مرض البانيك اتاك. المرض ده مرض صعب جدا، وجه الفنانين احنا نفسنا نعرفهم ما كنتش تتوقع ان الفنان ده يجيله مرض البانيك اتاك. ويعني ايه اصلا البانيك اتاك، وبيجي من ايه، وايه اعراض، وهل هو ليه علاج؟ هو للاسف ملهوش علاج، بس في نسبة شفاء منه بنسبة كبيرة، لكن علاج بنسبة 100% او شفاء بنسبة 100% لا. لا. فانا كنت محتاجة ان انا اتكلم معاكم في المرض ده، وهقول لكم ليه انا عايزة اتكلم معاكم فيه. عايزين نعمل توعية للمرض ده، عشان في ناس حوالينا كده واحنا ما بنعرفش نتعامل معاهم صح، فاحنا بنأذيهم يا جماعة. فاحنا عايزين نكف اذى ونتوعى شوية، عشان الناس اللي بتعاني من المرض ده لو احنا قابلناهم في طريقنا، مواصلات عامة، ماشيين في الشارع، في فرح، في موقف، في حاجة، ما نحكمش عليهم ان هم مجانين او مرضى او لان هم بيبقوا تعبانين يا حرام، فمعذورين. خطيبك، بنتك، ابنك، جارتك، قريبتك، مامتك، باباكي، اختك، ممكن يكون عندها مرض البانيك اتاك وهي يا حرام مش عارفه. ممكن يكون عندك وانت مش عارفه. بس كده، مش هطول عليكم اكتر من كده. ده كان موضوع النهارده. يعني اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامه. باي باي يا شباب.